السلام عليكم متابعينا الأعزاء. لن تصدق عدد أزواج الفنانة شادية وابنتها الفنانة الجميلة التي أخفتها عن الجميع وابنها الشاب وأكبر صدمة في حياتها. شادية مواليد 8 فبراير سنة 1931، هي ممثلة ومطربة مصرية تعتبر من أهم الفنانات في تاريخ السينما المصرية، ولقبها النقاد والجمهور بدلوعة السينما. اختيرت 6 من أفلامها في قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية. لكن قبل البداية لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات لكي يصلكم كل جديد. اختار لها والدها المهندس الزراعي أحمد كمال شاكر اسم فاطمة، عرفت في السينما باسم شادية، وقد اختلف الآراء في سبب تسميتها. فهنالك رأي يقول أن المنتج والمخرج حلمي رفلة هو من اختار لها اسم شادية ليكون لها اسما فنيا، وذلك بعدما قدمت معه فيلم العقل في أجازة. وهنالك من يقول أن الممثل يوسف وهبي هو من أطلق عليها اسمها عندما رآها وكان يصور في ذلك الوقت فيلمه شادية الوادي. وهنالك قول يرجح أن الفنان عبد الوارث عسر هو من أسماها شادية، لأنه عندما سمع صوتها لأول مرة قال أنها شادية الكلمات، إلى أن شادية قد ذكرت في لقاء مع الإذاعة المصرية سنة 1963 أنها هي من اختارت اسم شادية، وذلك في فترة التحضير لتصوير فيلم العقل في أجازة، رغم أن اسم شهرتها في العقد كان هدى، لكنها ما كانتش بتحب الاسم ده، وأن المخرج حلمي رفلة قد وافقها على اختيار اسم شادية بشدة. قدمت خلال فترة ما يقارب 40 عاما حوالي 112 فيلما و10 مسلسلات إذاعية ومسرحية واحدة، وتعد من أبرز نجمات السينما المصرية وأكثرهن تمثيلا في الأفلام العربية، فضلا عن قاعدة عريضة بين الجمهور العربي. وهي في نظر الكثير من النقاد أهم فنانة شاملة ظهرت في تاريخ الدراما العربية. ولدت في منطقة الحلمية الجديدة في حي عابدين. كان والدها المهندس أحمد كمال أحد المهمين من مهندسي الزراعة والري ومشرفا على الأراضي الخاصة الملكية، حيث كان عمله آنذاك أي في بدايات القرن العشرين يستدعي وجوده في قلب العاصمة المصرية القاهرة، وعلى بعد خطوات من قصر عابدين. ولها أخت غير شقيقة من أمها تدعى عفاف، عملت ممثلة لكنها لم تستمر طويلا. تزوجت الفنانة شادية الزيجة الأولى من الفنان عماد حمدي لمدة 3 سنوات، والثانية من المهندس عزيز فتحي، كما تزوجت من الفنان صلاح ذو الفقار، إلى أنها انفصلت عنه في عام 1969. ولكن الفنانة شادية قررت أن تتبنى نادر ابن الفنان عماد حمدي من زوجته الأولى، وقد اعتبرته مثل ابنها، وظلت على اتصال مع والدته السيدة فتحية شريف، وطلبت منها تليفونيا في إحدى المكالمات أن تسامحها على زواجها من الفنان عماد حمدي، رغم أن السيدة فتحية شريف كانت ما زالت على ذمته. وظلت شادية على علاقة جيدة مع نادر عماد حمدي حتى بعد وفاة والدته، كما حرصت على الاطمئنان على نادر وزوجته ووالده الفنان عماد حمدي حتى وفاته. وفيما بعد توفيت زوجة نادر لتتبنى أولاده الثلاثة وتحيطهم بالرعاية الكاملة. بدأت مسيرتها الفنية بعام 1947 حتى عام 1984. قدمت من خلالها عدد كبير من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات والأعمال الإذاعية. بدايتها جاءت على يد المخرج أحمد بدرخان الذي كان يبحث عن وجوه جديدة، فتقدمت هي التي أدت وغنت ونالت إعجاب كل من كان في استوديو مصر. هذا المشروع توقف ولم يكتمل، ولكن في هذا الوقت قامت بدور صغير في فيلم أزهار وأشواك، وبعد ذلك رشحها أحمد بدرخان لحلمي رفلة لتقوم بدور البطولة أمام الفنان محمد فوزي في أول فيلم من إنتاجه وأول فيلم من بطولتها وأول فيلم من إخراج حلمي رفلة، العقل في أجازة. وقد حقق الفيلم نجاحا كبيرا، مما جعل محمد فوزي يستعين بها بعد ذلك في عدة أفلام: الروح والجسد، الزوجة السابعة، صاحبة الملاليم، بنات حواء. حققت نجاحات وإيرادات عالية للمنتج أنور وجدي في أفلام ليلة العيد،
بعام 1949 وليلة الحنة بعام 1951، وتوالت نجاحاتها في أدوارها الخفيفة وثنائيتها مع الفنان كمال الشناوي التي حققت نجاحات وإيرادات كبيرة للمنتجين. وعلى حد تعبير كمال الشناوي نفسه، إيرادات بنت عمارات وجابت أراضي، ونذكر منها حمامة السلام بعام 1947، وعدل السماء، والروح والجسد، وساعة لقلبك بعام 1948، وظلموني الناس بعام 1950، وظلت نجمة الشباك الأولى لمدة تزيد عن ربع قرن، كما يؤكد الكاتب سعد الدين توفيق في كتابه تاريخ السينما العربية. وتوالت نجاحاتها في الخمسينيات من القرن العشرين وثنائيتها مع عماد حمدي وكمال الشناوي بأفلام أشكي لمين بعام 1951، أقوى من الحب بعام 1954، ارحم حبي بعام 1959، وشاركت صلاح ذو الفقار فيلم عيون سهرانة بعام 1956. جاء صعود شادية الفارق عندما شاركت في التمثيل بفيلم المرأة المجهولة لمحمود ذو الفقار بعام 1959، وكانت تبلغ من العمر 28 سنة، وكانت النقلة الأخرى في حياتها من خلال أفلامها مع صلاح ذو الفقار، والذي أخرج طاقتها الكوميدية في فيلم مراتي مدير عام 1966، وكرامة زوجتي عام 1967، وفي فيلم عفريت مراتي عام 1968، وقدم أيضا فيلم أغلى من حياتي في عام 1965، وهو أحد أعمال الفنان محمود ذو الفقار، وقدم من خلاله شخصيتي أحمد ومنى كأشهر عاشقين في السينما المصرية. وكان آخر أعمالها السينمائية مع صلاح ذو الفقار هو فيلم لمسة حنان عام 1971، وتوالت أعمالها التي شهد معظمها استقبالا جماهيريا جيدا وللسينما المصرية أيضا من خلال روايات الكاتب نجيب محفوظ في فيلم اللص والكلاب وزقاق المدق والطريق. وفي عام 1969 قدمت ميرا مار، كما قدمت فيلم شيء من الخوف من إنتاج صلاح ذو الفقار، ثم فيلم نحن لا نزرع الشوك عام 1970. وتوالت أعمالها في السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين، إلى أن ختمت مسيرتها الفنية في فيلم لا تسألني من أنا مع الفنانة مديحة يسري عام 1984. وقفت لأول مرة على خشبة المسرح لتقدم مسرحية ريا وسكينة مع الفنانة القديرة الراحلة سهير البابلي، والفنان الراحل القدير عبد المنعم مدبولي، والفنان أحمد بدير لمدة 3 سنوات في مصر والدول العربية. هذه المسرحية هي التجربة الأولى والأخيرة في تاريخ المشوار الفني في حياتها على خشبة المسرح. اعتزلت شادية عندما أكملت عامها 50، وعقبت حول سبب اعتزالها التمثيل والغناء قائلة: قرار الاعتزال للغالبية العظمى من الفنانات جاء انطلاقا من الإيمان بالله سبحانه وتعالى والامتثال لأمره، وبالنسبة لي فإن سبب اعتزالي له مواقف عديدة مرت به وصعوبات كثيرة جعلتني أبتعد عن هذا الطريق. فقد قال الحق: إن الله يهدي من يشاء، وقد عرفت الطريق الصحيح وهداني الله تعالى إليه ومكنني من التمسك به لأتعرف على ديني وأعيش في رحاب الله. كما لا توجد قصة تحكي، فكل الحكاية أن الله أراد لي الهداية ولا مردود لحكم الله، وقد هداني الله إلى الطريق الصواب، فلبيت النداء وغيرت مجرى حياتي لأعرف معنى السعادة الحقيقية في رعاية الأطفال الأيتام، حيث كرست حياتها بعد الاعتزال لرعاية الأطفال الأيتام، خاصة لا سيما وأنها لم ترزق بأطفال، وكانت تتمنى أن تكون أماً. ولما سئلت عن مشاريعها بعد الاعتزال وهل ستستمر فيما اكتسبته من أموال في الفن، قالت: حتى لا أضع نفسي في هذه الريبة، فقد تبرعت بكل ما ادخرته من عملي طوال السنوات الماضية كفنانة لصالح الجمعيات الخيرية، واعتبرت هذه الخطوة هي الخطوة الأولى من رحلتي في رحاب الله، ولم أتردد لحظة في ذلك. توفيت في يوم الثلاثاء 28 نوفمبر عام 2017 عن عمر ناهز 86 عاما بعد صراع مع المرض
في مستشفى الجلاء العسكري. أقيمت صلاة الجنازة على جثمانها في مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة يوم الأربعاء 29 نوفمبر، وحضر جنازتها عدد من نجوم الفن والسينما، بينهم الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، والفنانة الراحلة رجاء الجداوي، والفنان الراحل سمير صبري، والفنانة شيرين، والفنان الراحل فاروق الفيشاوي، بالإضافة إلى جمهورها وأقاربها ومحبيها، والذين رفعوا صورا ولافتات حملت عبارات في رثائها. وأقامت منظمة الأمم المتحدة للفنون لإحياء ذكرى مضي 40 يوما على وفاتها مساء الثلاثاء 9 يناير 2018، شارك فيها عدد كبير من النجوم. الثروة التي تركتها الفنانة شادية بعد رحيلها، ومنهم الورثة، المال يأتي ويذهب، والمجوهرات أيضا تلبس وتخلع، والعقارات تشيد وتهدم. والذي يعتبر نفسه ملك هذه الأشياء فملك ثروة فأنه واهم، لأن هذه الأشياء لا تلبس أن تصبح أثرا بعد عين تحت أي ظروف داهمة. أما من جعل ثروته حب الناس فلا يمكن له أبدا أن يخاف أو يخشى ضياع هذه الثروة، فهي الثروة الحقيقية وأي ثروة كبرى. بهذه العبارات رددت الفنانة المحبوبة شادية على سؤال لمعرفة ثروتها الحقيقية في الثمانينيات. وكانت شادية قد اتخذت قرارا قبل 5 أعوام من رحيلها يتعلق بنقل إقامتها للأراضي السعودية وقضاء بقية عمرها هناك، خاصة بعد شرائها لنصف برج عبد الصمد القرشي بأرض الحرم، وذلك لرغبتها في الإقامة بجوار الحرم بصفة مستمرة. ومعروف أن هذا البرج تم هدمه منذ فترة، وتم تشييد برج كبير مكانه يشبه ناطحات السحاب، فيتجاوز عدد أدواره حاجز 50 ويخطف أنظار كل المتوجهين لمنطقة الحرم، ولا يعرف أحد على الإطلاق هل لا تزال علاقتها بالبرج مستمرة بعد هدمه وبنائه أم أنها باعت نصيبها فيه. شادية كانت تعيش وحيدة في عمارة سكنية في شارع مراد أمام حديقة الحيوان في الجيزة، في شقة واسعة تطل على النيل مكونة من 8 حجرات موزعة بين حجرات للنوم وحجرتي صالون وحجرة سفرة وحجرة للخادمة تقع بجوار باب الشقة، هذا بالإضافة إلى مطبخ كبير تقضي فيه شادية معظم وقتها، حيث أنها مغرمة جدا بفن الطهو، فهي تجيد عمل الأكلات المصرية الشهيرة والأكلات التركية أيضا. تسبب صوت صلاح ذو الفقار في انفصاله عن الفنانة شادية بعدما شعرت لفترة معه بالاستقرار، وأن السماء دفعتها للقائه ليكون هو الرجل الذي سيحقق لها الأمومة التي تبحث عنها. هكذا تحدثت الفنانة شادية في مذكرتها المنشورة بعنوان شادية للكاتبة إيريس نظمي، وقالت: كان النظام من أهم مميزات صلاح، لقد تعود على النظام الدقيق في عمله. السابق كضابط بوليس وبدأ ينظم لي حياتي المرتبكة، فمثلا كانت الضرائب من أكبر المشاكل، وكل يوم كانوا يرسلون لي إنذار بالحجز. وتولى صلاح مهمة تنظيم حياتي الضرائبية، فزال من نفسي شعور القلق بسبب اختارات الضرائب التي تهددني، ونظم لي أمورا أخرى. لكن الصوت العالي كان من أبرز عيوبه، أو هو عيبه الأول، وأنا لا أحب الصوت المرتفع. كثيرا ما كنت أستيقظ من نومي العميق مفزوعة ومضطربة بسبب صوته الغاضب وشجاره وصراخه مع الطباخ، وطبعا يصعب علي أن أنام مرة أخرى. كيف أنام بعد ذلك التوتر المفاجئ الذي أصابني؟ وكيف يكون شعور الإنسان إذا كان الصراخ هو أول صوت يسمعه في بداية يومه الجديد؟ وبادرت الفنانة الراحلة في معالجة هذه العيوب في زوجها الفنان صلاح ذو الفقار، لكن بعد انتهاء حلمها في الإنجاب رغما عنها فقد أعصابهما، وعاد ذو الفقار لصوته العالي من جديد، وبدأ كل منهما ينشغل بأدواره الخاصة في السينما، ويعودان في آخر اليوم مرهقين للغاية، وكلاهما ينتظر من الآخر كلمة رقيقة. وعن الطريقة التي انفصل بها قالت شادية: بدأ يرفع صوته لأتفه الأسباب، وكنت قد وصلت لدرجة من الملل كان من المستحيل السكوت عليها، وأصبح عدم التوافق بيننا واضح جدا، وبدأت أفكر في الانفصال، يجب أن ننفصل بهدوء وبالتدريج، ووافقني هو على ذلك. انتهى الفيديو، لكن قبل المغادرة لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد.